بسم الله الرحمن الرحيم. أنت لاجئ؟ أنت لاجئ؟ شو رأيك؟ عندك مشكلة إني بقول لك لاجئ؟ يعني تضايقت مثلا إني حكيت إنك لاجئ؟ إذا تضايقت اسمعني. كثير من اللاجئين بتضايقوا لما ينقال لهم لاجئين. لكن أنا حاب اليوم أقول رأيي في موضوع اللاجئين واللجوء. أنت يمكن اليوم لاجئ في الأردن أو لبنان أو تركيا أو مصر أو غيرها من الدول العربية، أو لاجئ بسم الله ما شاء الله في الغرب، يعني ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، السويد، النرويج، بريطانيا، سويسرا، بلجيكا وغيرها. لكن في الأخير أنت لاجئ. تعرف أنه نص الشعب العربي نفسه يكون مكانك؟ مثلا هل تعلم أنه تقديرات البنك الدولي بتقول أنه هناك أكثر من 18 مليون مهاجر من الشرق الأوسط؟ يعني أكثر من 5% من مجموع العرب. ومين اللي بهاجر؟ اسمع شو بيقول البنك الدولي. يساهم الوطن العربي ب31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية إلى الغرب، بنحو 50% من الأطباء، و23% من المهندسين، و15% من العلماء النابهين. هل تعلم أنه نسبة كبيرة من هذول الشباب دايرين طول اليوم بقدموا طلبات لجوء وهجرة من سفارة إلى سفارة؟ ليش؟ علشان يحصل على الجواز وبعدين يحمل حاله ويهج. يعني احنا أغلبنا مشاريع لاجئين. بس أنت ما هجيت ولا هجرت ولا لجأت لأوروبا ولا لغيرها بكيفك، أنت هجرت أو هججت قسرا. عشان هيك لازم تعرف أنه لجوءك عار علينا إحنا، مش عار عليك أنت. هل تعلم أيها اللاجئ أنك أشرف من كثير من الناس اللي كانت متعتهم في الحياة أنهم يتفرجوا عليك وأنت بتتم تصفيتك وقتلك وإبادتك، لا لشيء ولكن فقط لأنك إنسان. أنت رفضت أنك تكون مادة إعلامية تتقيأها كل مساء شاشات التلفزيون ليكون خبر قتلك جزءا من حصيلة اليوم، لينتقل بعدها المذيع إلى وصف كم سيكون الجو رائع ومناسب غدا للعشاق. مش عارفين هل هم عشاق على هامش الموت أم موت على هامش العشق. خلاصة أنت رفضت كل هذا لأنك أنت إنسان، ولأنك أنت إنسان اخترت أنك تلقي بنفسك في أحضان المجهول بدل ما أن أحضان الاحتمالات اللي بتزايد سوءها يوم بعد يوم. اخترت أنك تلقي بنفسك في ظلام الموج بدل من الجلوس تحت وهج النور المنبعث من انفجارات البارود. اخترت أنك تطمئن إلى غدر البحر أكثر من اطمئنانك إلى النوايا الحسنة لذاك المبعوث الأممي اللي أدمن حياة فنادق 5 نجوم ونسي أنك بتشوف هذه النجوم في نهارك قبل ليلك. أنت رفضت أنك تكون كرة في ملعب التآمر الدولي والخسة والنذالة العالمية. أنت اخترت الحياة بدل من أنك تكون رسول من رسل الموت. أيها اللاجئ، نقف لك احتراما وإجلالا، وأنت من انطبق عليه كلام الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. أنت فضلت أنك تحمل روحك على كفك وترد المنايا على أنك تحمل وزر القتل وسفك الدماء والعبث بالأرواح. أنت إنسان حملتك إنسانيتك على أنك تحمل غضبك بعيدا عن ساحة القتل وأن تلجأ إلى مكان يتاح لك فيه أن تمارس بعض ما تبقى من إنسانيتك. أنت من أدار ظهره للكراهية وولى وجهه حيث بإمكانه أن يعيش بعض الحب اللي بنتمنى في يوم من الأيام أنك تشيعه علينا إحنا اللي مش قادرين نهج ولا نهاجر. قليل منا من شعر بالعناء والتعب اللي أنت مريت فيهم. قليل من البشر ذاقوا طعم الخوف اللي استوطن في صدرك فقررت تتذوق الوطن من بعيد بدل ما تتذوق الخوف في الوطن. قليل منا قبل ما يسمع وقع خطاك على شواطئ الأمان سمع وجيف قلبك الخائف والمتلهف إلى بعض هذا الأمان. أيها اللاجئ، يحق لك أن تفخر بنفسك، ولكن قبل أن تفخر بنفسك علينا نحن أن نفخر بك. أنت مش لاجئ، أنت صقر العروبة. ألم يكن عبد الرحمن الداخل صقر قريش لاجئ في إسبانيا؟ ألا تعلم أنه عبد الرحمن الداخل هرب من دمشق للأندلس وحكمها لمدة 34 سنة؟ هل تعلم أنه السياسية مادلين أولبرايت كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لاجئة من دولة التشيك لما كان عمرها 11 سنة؟ هل تعلم أنه ألبرت أينشتاين اللي هو أهم عالم فيزيائي في العالم كان لاجئ من ألمانيا لأمريكا، هو اللي اخترع القنبلة الذرية؟ بسألك سؤال وبسأله جميع المشاهدين: هل يلجأ الإنسان بخاطره وكيفه ومزاجه، أو على قولة إخواننا السوريين بمرائه؟ ألا يضطر للجوء من اضطهده؟ أليس هذا ظرفا قاهرا؟ أليس هو مشيئة الله؟ إذا كانت هاي مشيئة الله ليش ما بنحترمها؟ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء آية 97. بقول للاجئ في الغرب تحديدا: أيها اللاجئ، أنت أملنا الوحيد في تلك البقعة من الأرض، أنت من سيبني صورة إيجابية ورائعة ومشرقة ومشرفة عن العرب والعروبة وعن الشام اللي أنا شخصيا مع مرض القطامين أعتز أن أكون منها. وعلى فكرة أنا عشت فيها 2 سنين وشربت من ماء بردة. أنا أردني وأعتز أن أكون شامي. الأردن اللي هي جزء لا يتجزأ من بلاد الشام، بلاد النخوة والرجولة والعزة والكرامة. أنت أيها اللاجئ، أيها السوري الأبي، أنت من سيجعلنا نفخر به مستقبلا، لأنك لست لاجئ، أنت بطل. يعطيكم العافية.